السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. اعمل معاكم فيديو كده، انا بقالي من يوم الوقفة ما عملت البسكويت، ما عملتش معاكم فيديو، وحشتوني قوي. يا رب تكونوا بخير. هنعمل مع بعض الكيكة بحشوة النوتيلا، يعني تبقى معمولة معاها كده فيها. انا جايبة نوتيلا بالبندق، بتبقى جميله جدا جدا جدا، غير ما بنعمل الكيكه بالشوكولاته وبنحط بقى الصوص من فوق. طبعا انا هحط صوص برضو، بس لما بتحطي بقى فيها جوه النوتيلا شوكولاته بالبندق بتبقى طعم تاني خالص، هتعجبكم قوي قوي. هنسمي الله. معانا 2 بيض، كوبايتين دقيق، نص كوبايه زيت، كوبايه نوتيلا او كوبايه شوكولاته بالبندق، كوبايه لبن، فانيليا، معلقتين سمنه، وطبعا معلقه كبيره بيكنج باودر. هنسمي الله. حط السمنه، ممكن تعمليها في الخلاط، ممكن تعمليها كده. كله هنضربه كده. البيض، فانيليا، اللبن، طبعا زي ما قلت لك ممكن تضربي ده كله في الخلاط. نوتيلا، بتبقى خطيره يا جماعه والله. عملتها قبل كده، طعم البندق فيها يعني مخليها مميزه عن الكيكه اللي بالشوكولاته العادي. طبعا ما حطيتش سكر لان طبعا الشوكولاته كفايه يعني. وطبعا بقى في الاخر احط لها صوص برضه. احط بقى البيكنج باودر، رشه ملح، وهنحط كده قد معلقه خل. متاخدش حاجه خالص، على طول يعني في ثواني زي ما انتم شايفين. انا حطيت لها قد معلقتين تاني شوكولاته. يعني قولي كوبايه شوكولاته ومعلقتين، او كوبايه وربع. انا حاطه معلقتين كبار يعني. طبعا انا دهن القالب، دهناه سمنه، وحاطه شويه دقيق، وده يعني وديتهم فيه كده ورحت دلقاهم. طبعا مولعه الفرن على 180.
ما انتوا شايفين. هحطها بقى في الفرن واوريها لكم. زي ما انتوا شايفين طالعه عامله ازاي، جميله قوي قوي قوي. احلى كيكه بالنوتيلا، جميله جدا يا جماعه. ولما استوت ريحه البندق طالعه بقى ايه، مش عارفه اقول لكم يعني. وطبعا الصوص هو اللي قلت لكم عليه، اللي انا عاملاه دوت بيبقى كوبايه لبن، كوبايه الا ربع سكر، نص كوبايه زيت، نص كوبايه كاكاو او 3 معالق كاكاو. احط لها بقى كده عشان خاطر تنزل عليها كلها. بصوا بقى الجمال. انا دايما بعمله في البيت، بس انا كان برطمان كده جاي لي كده، فاخدت منه يعني ان انا اعمل بيها كيكه، او انا عارفه انها تبقى حلوه. انا دايما بعمل نوتيلا في البيت يعني وصوص الشوكولاته كل الحاجات دي. بس لما بيجي لي بقى كده او حد من ابني يعني من ولادي بيجيبوا بستغله بقى واروح عاملاه كده. بصوا يا جماعه عامله ازاي، خطيره 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 يعني. شويه شوكولاته مبشوره كانوا عندي برضو. شوكولاته بتبقى بالبسكوت. مش غاليه على فكره، العلبه دي كانت مليانه ب15، حلو قوي بصراحه. بس كده كفايه. اقطع لكم بقى حته منها. احلى بجد يعني، حاجه هي يعني بسرعه بسرعه ما خدتش وقت. احلى كيكه بصراحه يعني، هي كيكه الشوكولاته دي بالذات. بصوا الجمال، بصوا حلوه ازاي. والله يا جماعه الريحه جميله جدا جدا جدا. يعني مش يعني ريحه الشوكولاته مع هو كده والبندق، مش عارفه اقول لكم عامله ازاي. صحيح كيكه الشوكولاته بتبقى حلوه عامه يعني، انا بحبها في كل المراحل بتاعتها. بس لما بيتحط عليها مكسرات، يعني كان لما بيبقى عندي مكسرات آه يعني بطحنها في الكبه وبحطها جوه العجينه، بتبقى جميله جدا جدا جدا. فاي يعني عندك حاجه واحده اعمليها برضو كده. لو عندك شويه نوتيلا او مثلا شوكولاته اللي بنعملها في البيت، بتبقى المكسرات لما بتطحن كده او يعني تضرب نص ضربه كده، او ساعات كنا بنحمصها، فبتبقى جميله جدا جوه الكيكه بتاعت الشوكولاته. والله يا جماعه طعم كده خطير. يا رب تكون عجبتكم وتعملوها وتتهنوا. طبعا انتوا بتعملوها احسن منها كمان. ولايك وشير وفعلوا الجرس عشان توصل لكم. ميرسي قوي، سلام عليكم.